اللي مجربش السردين بالطريقة دي فايته كتير. دي احلى واطعم طريقة تعملي بيها صينية سردين عالمية وبطعم خفيف وجميل. وصلوا على حبيبنا النبي وتعالوا نبدأ على طول في تتبيلة السردين. في الكبة او في الهون هزود قرنين فلفل اخضر وقرن فلفل رومي برضو اخضر، وطبعا يكون فيهم قرن حراق كده يا سلام، وعليهم 3 4 فصوص من الثوم وعصير ليمونتين كبار. وبس كده هضرب بقى المكونات البسيطة دي مع بعض ضربة محترمة كده نعمهم مع بعض. وبعد كده بزود عليهم معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة والبابريكا، وكمان اخر حاجة نص معلقة صغيرة كده من الشطة الحراقة وربع معلقة من الملح. وهقلبهم مع بعض وكده جهزنا احلى واطعم تتبيلة. دي بقى هتنقل معانا طعم السردين في حتة تانية خالص. وتعالوا نعلي التست كده لصينية السردين بتاعتنا بشوية خضار بساط كده. معايا بصلاية هقطعها جوانح بالطريقة دي بكل بساطة وسهولة، وكمان قرن فلفل برضو رومي كده نقطعه برضو شرايح رفيعة. ودي كده الخضار ده هيبقى أرضية الصينية بتاعة السردين بتاعتنا. طبعا الخضار ما اقولكوش بقى هيدي السردين طعم عامل ازاي. وكمان زودت قرن حراق كده عليهم، وبجد الشطة الحراقة بتفرق قوي في طعم السردين. وبس كده يا حلوين، كمان عليهم طماطمايه هقطعها برضو شرايح بالشكل ده. وطبعا الناس اللي بتتعب من السردين المقلي والمقليات تجرب الصينية دي وهتدعيلي بجد وهتنبسط من طعمها. وطبعا لو وصلتوا لحد هنا حطولي لايك ومتابعة كده يا حلوين علشان نكمل الفيديو مع بعض. وبعد كده بجيب الصينية بقى اللي هعمل فيها، حطيت فيها شوية زيت بوصات كده وهحط الخضار بتاعنا وعليهم معلقة من التتبيلة اللي احنا حضرناها للسردين، وهديلهم تقليبة كده. وكده خلاص فرشتهم بقى في الصينية. ومعايا سردين بقى متنضف كده من البطن، وطبعا نقعته في شوية ملح وليمون بساط وبس كده غسلناه. وهو كده جاهز معانا. نبدأ بقى نحشيه بالحشوة اللي احنا حضرناها مع بعض اللي هي التتبيلة الخطيرة اللذيذة. واهم حاجة يا حلوين علشان تاكلوا احلى صينية سردين بجد لازم السردين نفسه يكون بلدي مش مجمد. اهم حاجة بجد ان السردين يكون بلدي وجايبينه من عند حد مضمون. وبعد كده هرصه بقى بالطريقة دي بعد ما خلاص تبلت السردين كله، وهديله كده شرايح ليمون. واخر حاجة يا حلوين معلقتين كده زيت من على الوش. تمام، دول بقى هيدونا لمعة خطيرة زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو. ونكونوا بقى مشغلين الفرن والفرن سخن كده. هدخلهم بقى في ارضية الفرن على اعلى درجة حرارة في الفرن. تمام، نخلي بالنا منها بقى بتقعد حوالي كده تلت ساعة في الفرن. وخلاص لما الاقيه استوى ومفيش اي مية فيه هولع له الشواية ياخد اللون الخطير ده. وبس كده بطلعها وبألف هنا وشفا بقى. قدموها جنب عيش او رز زي ما تحبوا. وشوفولي جمال وحلاوة السردين ولونه الخطير. عايزه اقول لكم ريحته مفحفحه كده وبصوا ملت البيت كله. لازم تجربوه بالطريقه دي. ولو عجبكم يا حلوين ما تنسوش تقولوا لي رايكم في التعليقات وتعملوا طبعا لايك